السلام عليكم. هشرح لكم فكرة الكارديجيان والغرزة القمر دي بطريقة سهلة مبسطة جدا. انا ما ذكرتش في الفيديو كمية الخيط. هو الكارديجيان طويل الطول حوالي 130 سنتي وعريض كمان. عريض اعرض من يعني ما وانا لابساه في الصورة. هو يعني ياخد مقاس اكبر من كده. هو خد مني بالظبط كيلو خيط. انا ما ذكرتش كده في الفيديو، لكن ذاكره بقيه التفاصيل. يا ريت تتابعوا الفيديو للنهايه لان الغرزه بتختلف في الكم وفي تفاصيل كتير وانتوا ماشيين. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. النهارده معانا غرزه لذيذه جدا وجميله وتعتبر جديده، يعني او شبيهه لغرز كتير بس هي بفكرتها جديده. احنا النهارده هنشرحها مع بعض وهنعمل منها الكارديجيان مع بعض، فيا رب يكون شرحي سهل وبسيط وواضح. للغرزه ادي شكل الغرزه بتاعتنا، ده الشكل بتاعها. فهنبدأ. الأدوات اللي أنا هستخدمها معانا، هستخدم خيط هيمالايا سميك بصراحة، سميك في سمكه، هيمالايا افري داي وروستد اهو. تمام، ده الخيط. هستخدم معاه إبرة رقم 4. تمام. أدواتنا لازم يكون معانا مزورة، معانا المقص بتاعنا، معانا أدواتنا كلها. تمام. أنا الكارديجيان فكرته إن أنا هبدأ من الديل لفوق، يعني هبدأ بالديل، يعني بالتالي ان انا هاخد عرض الكارديجيان كله، اللي هو الوش والظهر، العرض كله. فغرزتنا النهاردة اللي انا هشرحها من مضاعفات العدد 10، بمعنى ان انا هبدأ سلاسل عشوائي مضاعفات العدد 10، اللي هو اعد 1 2 3 4 5 6 لحد 10، وارجع اعد لحد 10، وارجع اعد لحد 10، واقيس بالمازورة العرض بتاع البلوزة او الكاردي اللي انا هعمله، وانا هبدأ من الديل لفوق. تمام. فاحنا مع بعض كده هوريكم ازاي بعمل السلاسل اهو، عشان الناس اللي مش واخده بالها. هي سهله جدا. اعمل عقده البدايه واعد 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10، وارجع اعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. تمام. هعد تاني 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. انا هعمل بس مجسم بسيط للغرزة معاكم. تمام. انا هستكفي بالعرض ده. معنى مضاعفات العدد 10، يعني انا الغرزة بتاعتي شكل، عشان اوصل للشكل اللي انتوا شفتوه لازم تكون شغالة على عدد غرز مكونة من 10 سلاسل. تمام. انا كده مثلا هستكفي، انا خلصت. هقيس بالمزورة. لو انا هعمل زي ما قلت لكم بلوزة او كارديجان، اجيب المزورة. مثلا البلوزة العرض بتاعها مجوز 60 سنتي. هعمل الإجمالي بتاع السلاسل الطول بتاعها 120. هضرب في 2 طبعا، علشان أنا لو قايسة على البلوزة وهي مجوز. تمام. طيب أنا وصلت خلاص للنهاية وقست بالمزورة. في ملحوظة بس وانتوا بتقيسوا بالمزورة، ما تمطوش السلسله. يعني انتوا هتفردوا السلسله على حاجه زي كده، اللي انتوا السلسله اللي انتوا عملتوها على حاجه زي كده بالراحه، وما بتمطوهاش. تمام، عشان توصلوا للعرض والمقاس اللي انتوا عايزينه من غير ما يزيد او يقل. تمام. وتروحوا جايين قايسين كده جنبها بالمزوره بالشكل ده. ثواني. بتروحوا جايبين عاملين فردين السلاسل اللي انتوا عملتوها بالشكل ده من غير ما تتمط، ونجيب المازورة جنبها بالشكل ده كده. ناخد مقاسنا، وصلنا مثلا المقاس اللي احنا عايزينه، نسمي الله ونروح بادئين. خلصت السلاسل مضاعفات العدد 10. عشان اطلع بقى السطر التاني بعمل ايه؟ انا هشتغل غرزة عمود. المفروض الغرزة دي غرزة عمود بلفتين. المفروض الغرزة دي غرزة عمود بلفتين، بس انا لقيت هي كده كده اصلا انا عاملاها شايفين بغرزة عمود، والفراغات تعتبر الى حد ما واسعة. فتخيلوا لو اتعملت بغرزة عمود بلفتين هتبقى الفراغات اكتر، فمش هتبقى ظريفة.
تمام. فانا قلت لا، انا هحاول ان انا اقلل الغرزة، اعملها عمود بلفة وكده، بالذات ان الابرة بتاعتنا تعتبر كبيرة. تمام. فانا هشتغل عمود بلفة. لو الخيط اقل من كده ممكن لو الخيط اقل من يعني من كده، ارفع في السمك والابرة اقل من كده، ممكن تمشي عمود بلفتين. تمام. هنبدأ نسمي. لو هتشتغلوا بخيط هيمالايا او اي خيوط متوسطة السمك، هتقللوا الابرة، هتبقى ابرة رقم 3. فانا قلت ثواني هتأكد بس من العدد. اتأكدت من العدد. افتكرت ان انا كنت مزودة غرز او حاجة. طيب. احنا خلاص زي ما قلت لكم خدنا المقاس والدنيا اتظبطت. بنعمل ايه عشان نطلع سطر جديد؟ انا هعرف الاول انا هشتغل غرزة ايه. فانا هشتغل غرزة عمود بلفة. فالعمود بلفة له ارتفاع للسطر التاني، ارتفاعه 3 سلاسل او سلسلتين على حسب ما بتحبوا تشتغلوا. انا هاخد 3 سلاسل ارتفاع العمود. تمام. هاخد لفة الغرزة بتاعتي زي ما قلت لكم مكونة من كام غرزة؟ مكونة من هشتغل فوق 10 سلاسل. انا خدت كده 3. الخمسة الاول هقسمهم على 5 و5. الخمسة الاولانيين بشتغل فوقهم عادي جدا 5 عمود. هعمل ايه؟ هاخد لفة العمود ادي 1، هدخل في الغرزة رقم 4 واعمل عمود. ادي اول عمود، ادي تاني عمود، تالت عمود، رابع عمود. تمام. خامس عمود. هتلاقوهم بالثلاث سلاسل الارتفاع المفروض 6 عواميد. تمام. او 1 2 3 4 5 6. انا ماليش دعوة بالسلاسل الارتفاع، انا ليا بالعدد ده بغرزتي الاساسية. تمام. ايه الخطوة اللي بعد كده؟ الخطوة اللي بعد كده هاخد لفة عمود. تمام. وهعد من تحت السلسلة اللي هي رقم 6 7 8 9. في 10 هدخل فيها هعمل ايه؟ هعمل عمود بلفة. وبعدها شايفين الغرزة طبعا عملت ازاي؟ انا قلت الغرزة بتاعتي على 10 يعني مبنية على 10 سلاسل او على 10 غرز. قسمت ال10 غرز على جزئين، على 5 و5. عملت في ال5 الاولانيين 5 عواميد. تمام. وسبت 4 غرز ما اشتغلتش فيهم، وعملت في الغرزة ال5 اللي هي رقم 10 اصلا عمود. طب انا كده خلاص غرزتي انتهت؟ لا، هعمل 4 سلاسل طايرين مقابل ال4 سلاسل اللي انا سبتهم دول. هقول ايه؟ 1 2 3 4. وهاخد لفة عمود. تمام. وهدخل فين؟ في الغرزة اللي عليها الدور على طول. هبدأ سلسلة، هبدأ غرزة جديدة بدايتي. هقول ايه؟ 1 2 3 4 5. زي ما احنا متفقين الغرزة هشتغل 5 عمود، وهاخد لفة عمود، واسيب 4 سلاسل 1 2 3 4، وادخل في ال5 اعمل عمود، وهعمل 4 سلاسل طايرين مقابل ال4 سلاسل اللي انا سبتهم. ادي 1 2 3 4. واخد لفة عمود وادخل اعمل غرزة جديدة. يبقى انا غرزتي عبارة عن ايه؟ ببدأها ب5 عواميد، واسيب 4 سلاسل ما اشتغلش فيهم، واشتغل في الخمسة في رقم 10 عمود، واعمل 4 سلاسل مقابل السلاسل اللي انا سبتها. غرزتي مكونة من كده بالشكل ده. المفروض الغرزة مكونة بالشكل ده.
وابدأ غرزة جديدة برضو في الغرزة اللي جنب الغرزة اللي انا عاملة فيها العمود على طول. هبدأ او اعمل 5 عمود. تمام، ادي 1 2 3 4 5. ونعمل ايه؟ هاخد لفة عمود واسيب 4 سلاسل، 1 2 3 4، وادخل في رقم 5 اعمل عمود واخد 4 سلاسل على طول مقابل ال4 سلاسل اللي انا سبتهم. اعمل الغرزة، يعتبر فاضل، هلاقي معايا هنا فاضل 10 غرز، اللي هي غرزة اخيرة يعني 10 سلاسل. هاخد لفة عمود وهدخل في اللي عليها الدور. هعمل ادي 1 2 تمام 3 4 5. ثواني فكت دي 5. واعمل ايه بقى؟ هاخد لفة عمود واعد 1 2 3 4 5. هتلاقوها الغرزة الاخيرة اصلا. تمام، هعمل فيها ايه؟ عمود. تمام، المفروض اصلا نهايتي بتكون ايه؟ ثواني، المفروض غرزتي مكونة من 5 عواميد، والمفروض في دي المفروض نهايتي يكون في سوري معلش، المفروض يكون في سلسلة زيادة، عشان انا نهايتي المفروض هنهي ادي 1 2 3 4. المفروض نهايتي هنهي بعمود وايه، واعمل 4 سلاسل. تمام، وهعمل عمود في اخر غرزة. فانتوا ممكن في البداية خالص بدل ما بتاخدوا 3 سلاسل ارتفاع هتاخدوا 4 سلاسل ارتفاع. هنحلها يعني، هناخد بدل 3 سلاسل ارتفاع هناخد 4 سلاسل ارتفاع. تمام، انا كده خلصت السطر بتاعي. طيب هطلع السطر التاني ازاي؟ السطر التاني هاخد 3 سلاسل ارتفاع العمود وهاخد لفة عمود وهلف الشغل. المفروض هشتغل في الفراغ ده 5 عمود بتاع بداية غرزتي. 1 2 3 4 5. هاخد لفة عمود. هعمل ايه بقى في الغرزة هنا؟ انا المفروض انا كده اشتغلت ال5 الاولانيين من الغرزة. المفروض اخد لفة عمود، هدخل في العمود الاخير من ال5 اللي تحت اهو. هدخل في العمود الاخير فوقه من ال5 اللي المفروض اللي كانوا تحت في العواميد، وهعمل عمود بلفة اهو بالشكل ده. تمام، واعمل ايه؟ احنا بننهي غرزتنا ب4 سلسلة، 4 سلسلة بالشكل ده. وهبدأ، شايفين العمود الاخير بعده على طول الفراغ، بعده ال4 سلاسل اللي انا كنت عاملاهم تحت. وهعمل وارجع اكرر بقى غرزتي تاني. هعمل 5 عمود. تمام، ثواني. تمام، هكمل معاكم. المفروض بعمل هنا 5 عمود، عملت 2، هعمل ادي 3 4 5. تمام،
احنا قلنا بننهي، لا دي كانت بداية الغرزة اللي هم 5 عمود، بناخد لفة عمود وهندخل هننقل على العواميد اللي هم ال5 اللي تحت، نعمل في اخر واحد، في اخر واحد نقول 1 2 3 4. المفروض بداية اول واحدة اهو 1 2 3 4 في الخامس، اللي هو في الخامس اهو فتحته هنا اهي، تمام، قبل اللي هي فتحته قبل ال4 سلاسل على طول هعمل فيه عمود، تمام، وانهي الغرزة ب4 سلاسل 4، وادخل على طول في اهو بدخل على طول في الفراغ بتاع السلاسل اللي بعده على طول اهو. يعني انا عاملة العمود اهو هنا، هدخل في الفراغ على طول اعمل ايه 5 عمود، تمام، 1 2 3 4 5. الخطوة اللي بعد كده اخد لفة عمود وادخل في، المفروض بقى احنا كمان احنا حفظنا، هدخل في العمود الاخير من فوق ال5 اللي تحت، اعمل عمود 1 2 3 واطلع ب4 سلاسل 4، واعمل 5، دي اخر غرزة هنعملها 5 عمود في فوق في قلب ال4 سلاسل، ادي 1 2 3 4 5. هاخد لفة عمود، تمام، واقول 1 2 3 4 5 في الغرزة اللي قبل الاخيرة هعمل فيها ايه عمود، تمام. احنا نهايتنا لو احنا بادئين بال5 عواميد هتكون نهايتنا بال4 سلاسل، 4 سلاسل، تمام، وهنهي بعمود في اخر غرزة اللي هي في غرز الارتفاع، هنهي فوقها عمود اللي هو يعتبر انا ببدأ السطر بعمود وبنهي بعمود، تمام. هطلع سطر رقم 3 كمان، هطلع 3 سلاسل ارتفاع للعمود والف الشغل، وهعمل 5 سلاسل تحت الفراغ، 5 عواميد اسفة، ادي 1 2 3 4 5، واخد عمود، وفي العمود الاخير في الغرز في ال5 عواميد اللي بعد يعني اللي من تحت اعمل فوقهم فوق العمود الاخير عمود واخد 4 سلاسل، تمام، وارجع اكرر. ده شكل الغرزة معانا. يا رب يكون الشرح واضح. انا طبعا كنت بشرح لكم الغرزة، طبعا هتكون بعرض الكاردي كله، انا فعلا عملت الكاردي هوريه لكم، ما عملتوش للنهاية، انا واقفة عند بس الصدر والظهر والكمام، فهوريكم شكله عامل ازاي، تمام. معلش، شايفين انا هعمله على مجوز اهو عشان الفكرة توصل لكم. ده شكل الكاردي، مش عارفة الغرزة واضحة ولا لا هعمله على مفرد علشان بس الغرزة توضح. ده شكل الكاردي، تمام. انا طالعة، هتطلعوا كده بقى رايح جاي رايح جاي بعرض الكاردي لحد فين، بالطول اللي انتوا عايزينه. يعني مثلا لو عايزين لحد الركبة هتقيسوا من عند الركبة لحد تحت الباط بشوية عشان حردة الكم تبقى ايه واسعة شوية. انا هعمله كم ساقط اصلا، مش هعمله بحردة، تمام. فاللي هو هتطلعوا بالطول المناسب. يعني شايفين انا هنا طلعت ثواني هتنيه للأسف الكاميرا، طب ثواني انا هفرده عشان تشوفوا الفكرة. بصوا انا حاولت افرده وانا واقفة اهو، ده العرض كله بتاع الكاردي، تمام. شايفين طلعت بالعرض كله لحد فين، لحد المفروض ده تحت الباط، والناحية دي اللي هي اللي فوق دي ثواني بس هشرح لكم. المفروض هو هيتقفل زي كأني بقفل
هو مفتوح من قدام، فكرة الكاردي يا جماعة تبقى مفتوحة من قدام. تمام. ثواني انا تنيت الجزء ده مثلا اهو. خلي بالكم انا المفروض هشتغل سايبه، يعني انا عاملاه المفروض يبقى مقفول زي الصفحه كده قصاد بعضه. وهرجع هعمله كنار داير ما يدور. تمام. بصوا ده شكل الكاردي وهو مقفول. تمام. يا رب بس هعرف اوضح لكم الفكره. وطلعت هنا، ده كان قطعه مستطيله كلها زي ما انتم شايفينها، كانت مفروده كده مفتوحه. جيت هنا بقى هشتغل على الصدر. ثواني، هشتغل على الصدر يمين وشمال، وهشتغل الظهر قطعة كاملة لوحدها. فانا عندي هنا تكرار عدد الغرز معايا طالع معايا. تعالوا نعد كده. انا قسمت الصدر، هقول ايه؟ ثواني، ادي واحد، ادي 1 2 3. لا استنوا ازاي؟ السطر فين بتاعنا؟ ادي 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. بمعنى انا هنا تكرار الغرزة المفروض 6 مرات، اللي هو 60 ل16، يعني 6 قررت 16 في نص الصدر. يعني ثواني واحدة هوضحها لكم. يعني انا الغرزة كاملة اللي هي على 10 غرز كررتها 6 مرات هنا، وهيبقى نص الصدر التاني 6 مرات، والظهر 12 طالعين معايا هما كده. فاهميني؟ هنا قسمت نص الصدر على 6 مرات على 6 غرز، اللي هما 60 غرزة يعتبروا شغالة على 60 غرزة. تكرار الغرزة 6 مرات، الغرزة اللي هي على 10 غرز، وتكرار الغرزة هنا 6 مرات، يعني 60. يعني انا لو قلت لكم الغرز الاجمالي بتاعت الكارديجان اللي انا عاملاها دي 120. هنا 6 ب60، وهنا 6 ب60، ادي 120 سلسلة البداية يعني، و120 قصادهم، يعني ايه 240 سلسلة البداية، يعني اللي انا بديها في الكارديجان ده. لسه هعرضه كمان، هعمل له ايه على الصدر، لسه هعمل كنار على الصدر. تمام. فانا خلصت لحد حردة الباط. اخترت زي ما قلت لكم تكرار للغرزة 6 مرات في الصدر ده. فهعمل الناحية التانية، هشرحها لكم برضو دلوقتي. تمام. لان انا عامله هنا تركه برضو طلعت، اللي هي الحرده بتاعت الرقبه. بدل ما كانوا تكرار الغرزه 6 مرات عملتها تكرارها 5. بصوا، علشان عايزه اسيب حرده الرقبه. يعني انا خلاص كده نهيت نص الصدر، والمفروض هشبكها بالجزء الظهري لما اطلع بيه. تمام. فعامله حرده للرقبه. تمام. هنا فبص الغرزه ادي كده يعتبر غرزه، كده يعتبر غرزه ادي 2 3 4 5. تمام. يلا هشرح الجزء زي الجزء ده معاكم. بصوا، طبعا انتوا لما بتكونوا ناهيين اخر سطر وقفتوا عنده، بتكون انا طبعا كنت قاطعه الخيط لان عملت الصدر نص الصدر الاولاني. فانتوا اصلا لما هتكونوا لو لسه بالنسبه لكم انتوا لسه هتعملوا النص الاولاني، فما بتكونوش لسه قاطعين الخيط. تمام. بيكون الخيط نهايته في بدايه سطر او اخر سطر. المهم انتوا بتقلبوا الشغل، الغرزه بتاعتنا رايح جاي عادي شغال، مش من لهاش اتجاه. بس في معلومه عايزه اوضحها لكم. وانتوا بتوصلوا الخيط والفينش والكلام من ده، بتحاولوا ان انتوا تخلوا تفنيشة الخيط او نهايات الخيط اللي بتقصوها وكده في اتجاه واحد من الشغل. يعني تختاروا اتجاه واحد كل مرة في وصلات الخيط، تخلوها اتجاه واحد من الشغل عشان الفينش يبقى ده الجزء الداخلي. ثانية واحدة. تمام. انا بقى بالنسبه لي عشان هعمل الجزء التاني، فعشان ما لخبطكوش هبدا من نفس المكان اللي المفروض ان انتوا اصلا تكونوا واقفين عنده. تمام. فهعمل ايه؟ بعمل عادي كأن 3 سلاسل
ارتفاع العمود. تمام. هنا 3 سلاسل ارتفاع العمود. بنعمل ايه؟ الجزئية دي المفروض في المفروض الجزئية دي بدايتها أربع سلاسل. ادي 1 2 3 4. تمام. لو انا هشتغل الجزئية بتاعتي فوق العواميد، انا عملت 3 سلاسل ارتفاع وخدت 4. تمام. عمود. ثواني عشان خدت 4 عمود، اللي هو المفروض دي تبقى البداية. تمام. وبنزل في نفس في العمود الأخير اللي هو يعتبر تاني عمود بعد الارتفاع، هعمل عمود. تمام. أنا كده يعتبر عكست الغرزة اللي أنا كنت ماشية عليها. ده لو أنا واجهني إن في السطر أوله العواميد. تمام. طيب ايه الخطوة اللي بعد كده؟ احنا كأننا بنرجع الغرزة للخلف بالظبط كده، اللي هو هنعمل 5 احنا كده. ثواني بقى معلش عشان اللخبطة دي. تمام. معلش رجعت لكم تاني زي ما انا قلت لكم بالظبط. زي ما احنا نمشي، عملنا 3 سلاسل ارتفاع وعملنا 4 سلاسل، اللي هي بصوا يعتبر احنا بنشتغل الغرزة من النهاية. او لو تهتم خالص، احنا المفروض بنكرر السطر اللي هو تحت، اللي احنا شغالين فوقه، اللي تحته على طول. شايفين بدايته كانت ايه؟ اللي هو السلاسل الارتفاع، وبعدين ال4 سلاسل طايرين، ونزلنا يعتبر في العمود اللي هو الاخير، عملنا فيه عمود وهندخل في الفراغ على طول. فهشرحها لكم. يعني انا كده المفروض الاجمالي معايا 3 سلاسل ارتفاع و4 7 سلاسل. دول 7 سلاسل. هي الغرزة هنا معكوسة كأننا بنعمل من ورا لقدام. هناخد لفة عمود، والعمود زي ما قلت لكم العمود اللي هو عليه الدور، اللي هو بعد سلاسل الارتفاع عليه الدور من تحت، هعمل فيه عمود بلفة. ثواني، الشغل تحت الكاميرا ده بصوا صعب. اخد لفة عمود وعملنا عمود. تمام اهو بالظبط. هوريكم اهو. تمام. ده اول سطر، وهاخد لفة العمود على طول بقى. يعني انا يعتبر عملت الغرزة من ورا زي ما قلت لكم لقدام. عملت السلاسل الاول، وبعد كده والعمود بتاعها ادي 4 سلاسل، وادي العمود بتاعها ادي ال5 سلاسل الاولين. فاضل عليا 5 عواميد بتوع ايه؟ الغرزة اللي هي مبنية على 10 غرز. تمام. يبقى فاضل ايه؟ ال5 عواميد. هاخد لفة العمود بشتغلهم بقى فين؟ شايفين؟ هشتغلهم في تحت ال4 سلاسل اللي عليهم الدور. يعني انا هسيب كل ده، هسيب العواميد دي المرصوصة دي والعمود المايل ده، وهدخل ايه فين؟ تحت الفراغ اللي هناك ده. هعمل 5 عواميد. ادي 1، ادي 2، ادي 3، 4، 5. كده اول غرزة خلصت. فاضل احنا قلنا معاه هنشتغل 6 غرز اللي هم نص الصدر. 6 غرز. يبقى اللي عليه الدور ايه بقى؟ ال4 سلاسل. ادي 1 2 3 4. هنشتغل اللي بعدها العمود بتاعهم فين؟ في اللي هو ايه؟ في العمود فوق العمود ده اهو، اللي عليه اللي هو الاخير ده. لا، الاخير ده لا، اللي هو الغرزة اللي هي اللي قبلها دي. هعمل عمود. تمام. واخد لفة عمود وهنقل فين؟ على الفراغ الواسع ده، اللي هو تحت ال4 سلاسل اللي عليهم الدور. هعمل فيهم 5 عمود. ادي 1 2
3 4 5. كده الغرزة بتاعي يعتبر غرزتنا التانية خلصت. ندخل على التالتة. 1 2 3 4 4 سلاسل، واخد لفة عمود، وزي ما احنا بنعمل يعتبر فوق العمود اللي هو اللي قبل الأخير ده اهو الفتحة بتاعته هعمل عمود، وهاخد لفة عمود وانقل فين؟ على الفراغ ال4 سلاسل اللي عليهم الدور تحت فوق فيهم هعمل 5 عمود. ادي 1 2 3 4 5. كده لو انا تهت مش عارف عملت كام غرزة هعمل ايه؟ هفرد الشغل قدامي كده، سواء هعد الفراغات او هعد ال5 عواميد. ادي هقول هعد ال5 عواميد عشان هي اللي واضحه لي. هقول 1 2 3، يبقى انا كده كررت غرزتي 3 مرات، يبقى فاضل 3 مرات كمان. هعمل ايه اللي على بداية الغرزة هنا؟ ايه؟ معكوسة عن الشغل الاولاني خالص اللي انا بدأت بيه. هنا ببدأ بالسلاسل. ادي 1 2 3 4، وهدخل بقول في فوق العمود اللي قبل الاخير اللي هو يعتبر تاني عمود، يعني انا تحت اهو اللي عليهم الدور. ادي عمود، في التاني هعمل فيه ايه؟ عمود فوقه عمود بالشكل ده، وهاخد لفة العمود وانقل فين؟ هسيب كل ده. ادي يعني يعتبر بعد العمود اللي انا عملته ده هعد الفراغات الغرز 1 2 3 4، يعتبر الخامس اللي هو تحت السلاسل هعمل فيهم 5 عمود. ادي 1 2 3 4 5. يبقى احنا كده خلصنا 4 غرز من بتوعنا. هبدأ ال5 1 2 3 4 4 سلاسل، وهدخل في العمود التاني من تحت اعمل عمود، وهاخد لفة عمود وانقل على السلاسل ال4 اللي عليهم الدور اللي بعد اللي يعتبروا في خامس فتحة. اعمل تحت ال4 سلاسل 5 عمود. ادي 1 2 3 4. انا ماشية خطوة خطوة يا رب يكون كل حاجة واضحة. فاضل عمود. ادي 5. تمام. احنا تهنا برضو، انا نسيت انا عاملة كام غرزة. زي ما قلت لكم، يا تختاروا تعدوا الفراغات يا تختاروا تعدوا ال5 عواميد. ادي 1 2 3 4 5. انا اخترت ال5 عواميد. هنعد الفراغات برضو. ادي 1 2 3 4 5. فاضل معايا اخر غرزة رقم 6. هقول 1 2 3 4. تمام. وهدخل في تاني عمود من تحت اعمل فوق عمود، وهعمل لفة عمود وانقل على الفراغات اللي هي ال4 سلاسل اعمل فوقهم في قلبهم 5 عمود. ادي 1 2 3 4 5. وصلت كده؟ ايه؟ هنعد تاني. 1 المفروض 1 2 3 4 5 6. 1 2 3 4 5 6. كده غرزتي انتهت. طيب انا عايزة هنهي، هطلع السطر التاني عشان الف بقى ابني ايه؟ الصدر. انا عايزة هنهي بعمود فين؟ في اول عمود من تحت، اول غرزة عمود اللي هي دي من تحت هنهي بها عمود. تمام. وهطلع 3 سلاسل ارتفاع للسطر التاني، والف الشغل بتاعي كده. ثواني يا رب يكون الشغل كله واضح. والف الشغل. تمام. وهعمل غرزتي. تمام. انا هنا طالعه عندي برضو الغرزة بتاعتي عواميد. المفروض يبقى عندي ابدأ بالسلاسل.
يبقى انا هنا شغلي يا جماعه في الصدر ده، على فكره انا في الصدر التاني كان شغلي عادي، يمكن في الصدر ده عشان مختلف، عشان بادئه من البدايه، المفروض كنت ابدا من ناحيه الظهر للصدر، فانا حبيت ان انا اوضحه لكم. في الصدر الاولاني اللي بننهي عنده الشغل بيكون شغلنا عادي، اللي هو بنبدا بالعواميد تحت السلاسل. اما هنا الغرزه معكوسه، انا الغرزه مبنيه هنا، بشوف السطر الاخير اللي انا هشتغل فوقه عباره عن ايه. انا عندي هنا العواميد، يبقى هبدا بالسلاسل. طيب انا عملت ارتفاع 3 سلاسل، وهاخد 4 سلاسل كمان، تمام، وهاخد لفه عمود. وقلنا ايه في تاني عمود على طول، اللي هو من تحت تاني عمود، هعمل ايه؟ هعمل عمود بالشكل ده، وهاخد لفة العمود وانقل على السلاسل، اعمل 5 سلاسل اهي. هناك اهي بعيد شوية، لو عدينا 1 2 3 4، قلت لكم فتحة السلاسل هي اللي هتكون رقم 5، هنقل هعمل فيها 5 عمود. يعني بقى احنا هنا شرحنا الغرزة بتاعتنا بشكلين، بالطريقة واحنا بادئين بالسلاسل، وبالطريقة واحنا بادئين بالعواميد. تمام، 3 عواميد، 4 عواميد، تمام، 5. تمام، احنا في تاني سطر، هعمل ايه اللي عليه الدور؟ انا كده خلصت غرزتي بتبتدي ب4 سلاسل وبتنتهي ب5 عواميد. غرزتي بتبتدي بال4 سلاسل في الطريقه دي، في الطريقه المعكوسه دي، وبتنتهي ب5 عواميد. هبدا غرزه جديده ب4 سلاسل، وهنزل في العمود اللي عليه الدور او في تاني عمود مش هتفرق، هنقول العمود اللي عليه الدور اللي من تحت، مش بتفرق. تمام، زي ما انتوا ماشيين امشوا، زي ما انتوا ماشيين في البداية امشوا. وهناخد عملنا عمود، هناخد لفة عمود وننقل على ال4 سلاسل اللي عليهم الدور، نعمل في قلبهم 5 عواميد. تمام، انا هخلص لنهاية السطر. المفروض بطلع كام سطر؟ هقول لكم انا المفروض بطلع كام سطر. بصوا هنا يا جماعة، انا طلعت 13 سطر، تمام، بالشكل ده. 13 اللي هو انا حسبتي لحد قبل حردة اللي هي الرقبة دي، الرقبة بالكتاف، تمام، دي حردة الرقبة بالكتاف. فانا طلعت 13 سطر، تمام اهو. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. وحردة الرقبة بتاع الكتف السطور، انا قللت غرزة اللي هي مكونة من 10 سلاسل، هشرحها لكم برضو. طلعت 4 سطور، دي 4 سطور. وانتوا بتحسبوها على حسب محيط حردة الكتف بتاعتكم، بتاع الكاردي اللي انتوا هتعملوه، بتتحسب على حسب انتوا عايزين فتحة الكتف قد ايه. المهم انا هطلع المهم هطلع عدد قولوا معايا كام سطر دول. 13 سطر. وهرجع لكم عشان افهمكم برضو حردة الرقبة دي بالكتف، المنطقة نقلل الغرزة ازاي. بصوا انا السطر التاني اللي انا كنت بعمله معاكم حالا، حبيت اوريكم انا هنهيه ازاي، لان النهاية هنا المفروض فوق السلاسل اللي انا كنت عملتها فوق السلاسل. فالنهاية هنا المفروض انا عملت ال5 عمود، المفروض بنهي بعمود في السلسلة رقم 3. تمام اهي، هنهي عمود في السلسلة رقم 3، وهطلع 3 سلاسل ارتفاع، وهلف الشغل، وهعمل ايه؟ ادي 1 2 3 4 سلاسل، بعيد بقى بكرر، تمام، وهنزل، تمام، في تاني عمود مثلا، او في العمود الاخير، مش هتفرق على حسب ما انتوا هتتعاملوا. وهعمل عمود، تمام، وهلف عمود، وهروح على
الاربع سلاسل اللي عليهم الدور دول واعمل في قلبهم 5 عمود، وهكذا هكرر. بس السطور قلت لكم ده كان السطر تقريبا رقم 4 اللي انا بدأته، هعمل 13 سطر، وانتوا بتعملوا على حسب الحردة بتاع كمكم وسلكم عايزينه قد ايه. خلي بالكم ان الحردة بتاع الكم هيبقى ال 13 سطر اللي انا بعملهم دول، زائد 4 سطور كمان اللي هم بتوع الحتة الاربع سطور كمان من ناحية الكم، كل ده عرض